لو قلت لك دلوقتي تعالى اعرفك 5 حاجات هتخليك غني بعد شهرين، هتقعد عامل كده ومركز في الفيديو، صح؟ امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. لكن لو جيت قلت لك تعالى اعلمك حاجه هتخليك غني بعد 5 سنين، اتفضل اتفضل اقلب الفيديو. وهي دي مشكلتنا، اننا عايزين كل حاجه بسرعه، وده اللي بيخلينا نحط خطه خزعبليه عشان نوصل للهدف في اسرع وقت، والنتيجه ان بعد كام يوم ما بنحسش بنتائج ملموسه، وكمان بنتعب جدا فبنفقد حماسنا، وده اللي بيرجعنا لنقطه الصفر. لكن في سر حقيقي معظم الناجحين والاغنياء اقروا بدوره الكبير في نجاحهم ده، وهو الكومباوند افكت او الاثر المركب، وده اللي بيعبر عنه المثل اللي كلنا عارفينه بس ما حدش بيعمل بيه: قليل مستمر خير من كثير منقطع. وبالتالي مش مهم انك تاخد خطوات كبيره، خد خطوات بسيطه وسهله عليك، بس المهم انك تستمر عليها. ده بقى بينطبق على كل حاجه تقريبا، لو انت بتتعلم حاجه جديده، بتتعلم لغه اجنبيه، او عايز تعمل شيفت كارير، او حتى بتستثمر فلوس في اسهم او غيره.